اهلا وسهلا. امضرب بديتو في تحضير حلوى العيد ولا مازال؟ غادي نبارطاجي معكم هنا من عجينه وحده. خرجت 3 ديال الشكيلات. خديت 250 غرام ديال الزبده مع كاس عنبه ديال السكر سنيده وجوج ساشيات ديال الفاني وقريصه ديال الملحه. غادي نخدم هاد المكونات مزيان في الاول. نضيف عليهم كاس عنبه ديال زيت نباتيه، غادي نضيفها تدريجيا. من بعد غادي نضيف جوج حبات ديال البيض وغادي نخدم المكونات مزيان سواء بالعجانه ولا بيديكم. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال النشا لحقاش كيهشوا الحلوى. وفي الاخير كيبقى ليا الدقيق، كنضيف شويه بشويه تدريجيا حتى كتماسك ليا العجينه مع 2 ساشيات من الخميره الكيميائيه. من بعد ما تجمع العجينه قسمها على 3، تقدروا تقسموها حتى على 4. بالنسبه لهذا الجزء نسمتو بالكوك محمر مع القشور ديال الحامض. والجزء الاخر غادي ندير له النكهه ديال الناطا، خليهم يرتاحوا 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نطلق العجينه بالدلاك ونطبعهم بالمريشمات. ديروا الشكيلات اللي بغيتو وغادي ندخلهم الفران يكون مسخن من قبل باش يطيبوا من الفوق ومن التحت. وخليكم معايا باش نشارك معكم طريقه التزيين. بالنسبه لهذا الشكيل درت ليه الشكلاط وقرقعه من الفوق. وبالنسبه للشكل ديال الهلال درت ليه الكونفيتور ديال المشماش مع اللوز مهرمش في النتوفي. وهذا الشكل الاخير داك الفوقاني ديالو درت ليه السكر كلاصي، ومن الداخل درت ليه مربى ديال الفريز. كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وفي المذاق لذاذين هشاشين. وكنكون صايبت الحلوه ديال العيد من عجينه واحده. خرجت 3 ديال الشكيلات. كنتمنى ينالوا اعجابكم وبصحه وراحه.